جربتي قبل كده تعملي الكوكيز بالسمن مش بالزبدة؟ طب جربتي قبل كده تعملي الكوكيز بالعسل الاسود مش بالسكر؟ يلا بينا نشوف هنعمله ازاي بمقادير بسيطة جدا، وهقولك ممكن برضو تستغني عن ايه لو هما مش عندك. ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. بس استني، رايحة فين؟ قبل ما تدخلي معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي. اول حاجة بنجهزها هي العسل الاسود وبيضاية واحدة بس. عارفة كوباية الشاي بتاعتك اللي بتشربي فيها الشاي بلبن كل يوم؟ هي دي هنعاير بيها. اولا الكوباية زي ما شايفين هي مش مليانة على الاخر عسل اسود، يعني كوباية الا الشوية اللي فوق الا مثلا 3 معالق كبار. ونزلنا على العسل بتاعنا بالبضاية، وبعدين حطينا باكت الفانيليا وهنقلب كويس قوي بالشكل ده. بنتي عايزة تقلب مفيش مشكلة، سيبيها تقلب. بنتك عايزة تحط معلقة نسكافيه، خليها تحط معلقة نسكافيه، لو عندك ما عندكيش ما تحطيش. وهسيب لكم كل المقادير على الشاشة. نيجي بقى للدقيق. هنا منخول 3 كوبايات من الدقيق. بنتك عايزة تحط معلقة بيكنج باودر كبيرة ورشة من الملح، سيبيها تحط. ولو ما عندكيش نزليها للبقال اللي تحتيكي تجيبلك وتطلع على طول، عشان ده اجباري مش اختياري. طيب بنتك بتزن وعايزة تحطي كاكاو، خليها تحط، بس لو ما عندكيش هتعملي ايه؟ ما تحطيش ومفيش مشكلة. بنتك عايزة تقلب، سيبيها تقلب وتبهدل الدنيا والرخامة، وبعدين صوتي عادي خالص. اوعي تنسي بقى نص كوباية السمن، وطبعا بكوباية الشاي كل اللي قلنا ده اللي انت بتشربي بيها الشاي بلبن الصبح. وبرضه سيبي بنتك تقلب وتبهدل الدنيا عادي خالص، وما تتكلميش واوعي تتعصبي علشان احنا عايزين نربي تربية ايجابية. بننزل الدقيق واحدة واحدة وبعدين نقلبه لحد ما يختفي، وننزله كمان واحدة واحدة لحد ما نقلبه وبرضه يختفي. وسيبي برضو بنتك تقلب، ما هي عماله تزني جنبنا واحنا عايزين نربي تربيه ايجابيه. بس لو زهقتي صوتي ونرجع تاني نربي تربيه ايجابيه عادي. المهم بقى ان انتي في الاخر تقلبي الدقيق كله لحد ما يختفي معاكي، وهنوصل للقوام اللي هنشوفه دلوقتي. هنا كمان زودنا كاكاو تاني. هقول لكم المجمل اللي عملناه ايه، هسيب لكم المقادير كلها على الشاشه دلوقتي. وادي المقادير نزلت لكم، خدوها سكرين. ولو ما عندكوش كاكاو او قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه مفيش مشكله، ولو عندكم يعني هو بيعزز الطعم جدا. نيجي بقى للشوكولاته، ممكن شوكليت شيبس او ممكن الشوكولاته القالب اللي انا جايباه ده، وتقطعيه كده زي ما انا ما عملت بالظبط مفيش مشكله. طيب اذا ما عندكيش شوكولاته، لا معلش، لو عملتيه من غير شوكولاته بالنسبه لنا احنا مفيش مشكله، لكن بنتي هيبقى عندها مشكله ومش هترضى تاكله. لان لاحظوا كده وانا بقطع الشوكولاته ايديها سابقه السكينه اصلا وبتاخد من الشوكولاته، فده العشق بتاعهم. زي بقى ما شفتوا حطيت شويه من الشوكولاته على العجينه بتاعتي اللي انا عملتها، وبعدين قلبتها معاها برضو كده، وابتديت بقى اخد. لو انتي هتاخدي بمعلقه عشان تخليهم كلهم سوا واحد تمام، انما بعد كده انا يعني عملت بايدي، انا اعرف اخد المقاس يعني واظبطه كويس. مش هتعرفي ممكن تستخدمي حاجه تاخدي بيها عشان المقاس يطلع معاكي كله مظبوط. وبعدين بقى بنكورها كده ونحطها في الشوكولاته بتاعتنا ونطلعها على الصينيه على طول. هي بقى بتتفرد مع نفسها وبتتظبط مع نفسها. وبنشغل الفرن على درجه حراره 180، وبنحطها رف اوسط وبنسيبها بتاخد معانا من 12 دقيقه ل 15 دقيقه حسب بقى قوه الفرن بتاعك. نسيت اقولك ان بنتك لو عايزه تكور صينيه لوحدها خليها تكور، هي عامله الصينيه الصغنطوطه، حتى لو تلاحظوا ان هي في النص بتاع الصينيه كده عامله وحدايه كوكيز وش البعبع. هنا بقى من فضلك تنسي التربيه الايجابيه وتنسي كل حاجه خالص وتنسي بنتك اصلا. ولما تكون عايزه الفنجان اوعي تعملي زيه وتديهولها علشان خدته ودلقته على السجاده. وفي اللحظه دي هتنسي التربيه الايجابيه وهتتجهي للتربيه الشبشبيه. ولا اقولك حرام، استنيها تنام وبعدين اقعدي مع نفسك القعده دي، علشان برضو ما ننساش ان احنا بنربي تربيه ايجابيه.